وصفتي لليوم كتير زاكية. رح أعمل فيلي تشيز ستيك ساندويش بطريقة بسيطة وسريعة وسهلة، والطعم أكتر من رائع. إن شاء الله تعجبكم وصفتي. تابعوني نشوف كيف طريقة تحضيرها. بالبداية بحتاج فيليه لحمة بقري. احتجت 1 كيلو مقطع بهذا الشكل. وهلأ رح أنزل عليها بالملح، فلفل أسود مطحون. من كل شي رح أستخدم معلقة صغيرة بابريكا مدخنة، بودرة الثوم، بودرة البصل. ورح أنزل عليها بالزيت عشان تضلها عندي طرية. وهلأ رح أخلطهم كتير منيح مع بعض، وأغطيهم وأخليهم بالثلاجة من 4 ساعات ليوم كامل، مثل ما انتو بتحبوا. وتاني يوم بمقلاي أو بطنجرة لازم نحميها كتير منيح، وأنزل بقطع اللحمة وأوزعهم. هيك عندي بعد ما جهزوا، شايفين؟ بنفس المقلاي رح أنزل زيت نباتي مع قطعة زبدة، وأنزل بصلة مقسمة جوانح، وأحركهم. ورح أضيف عليها ملح عشان تتدبل بسرعة. وهلأ رح أنزل عليها بالفطر الفريش، وإذا بتحبوا معلب مثل ما أنتم متوفر عندكم كله بيمشي. وأحركهم كويس. وهلأ رح ننزل بقطع اللحمة وأخليهم يتسبكوا شوي مع بعض. هلأ رح أحط عليها الجبنة. استخدمت أواني المتوفرة عندي كانت. وهلأ بالخبزة بفتحها بالنص، ورح أنزل بالمايونيز وأوزعه، والأفوكادو شرايح. هذا اختياري بس حبيت أضيفه. ورح أنزل باللحمة والجبنة وأوزعهم. وهيك بعد ما جهزت رح أحطها على الجريل تتحمص. وهيك بعد ما تحمصت شوفوا لي هالمنظر مع البطاطا المقلية، يا سلام من الآخر. حبايبي كنت معكم نسرين السعدي. لو عجبتكم وصفتي ما تنسوا الاشتراك بصفحتي، وصحة وهنا للجميع. دمتم بأمان الله.